طبعا أنا أشكر حرصك وأشكر حماستك واندفاعتك الجميلة تجاه هذا الخدوش اللي يتعرضوا لها نجومنا الكبار. هذا أمر مرفوض طبعا جملة وتفصيلا. يعني من أنت من تكن حتى تصف قامة كبيرة قيصر الغناء العربي الفنان كاظم الساهر بهذه الألفاظ وبهذه السماجة؟ أنت شاب شكلك حلو مرتب، لكن للأسف لا تملك منطق في الحديث. ربما يعني تسببت الخسارة بأن تكون منفعل أو غير ذلك، لكن لا تطلق هكذا ألفاظ على نجومنا وعلى أيقوناتنا. كاظم الساهر أيقونة عراقية خالصة نعتز بها ونفتخر بها ونفاخر بها حقيقة. يعني يعني شيء محترم أن نشوف أبو وسام يحضر إلى الملعب لمهاجرة المنتخب. هون علينا الخسارة. بالضبط يعني. حضوره كان يعني شيء لطيف جدا ومحترم. يعني للأسف يعني هذا موضوع مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل إنسان صغيرا كان أم كبيرا يملك هاتفا باستطاعته أن يلوث الفضاء البصري والسمعي في السوشيال ميديا. وطبعا أنا يعني مثل ما حضرتك وجهت الكلام إلى لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية والنقابة كذلك، أنا أيضا أطالب هذه اللجنة، يعني هذه اللجنة أن تكافح مثل هؤلاء الأفراد، لأن الإساءة إلى رموزنا ونجومنا غير مقبولة على الإطلاق. تمام، شكرا أستاذ جبار لأن التوضيح. لأن امتدت الإساءة أكثر، ليست بالمرة الأولى على رموزنا الفنية. يعني مثلا عندنا قبل فترة أحد الأشخاص اتظاهر بأنه يعني تحدث بكلام غير لائق عن فناننا الكبير قاسم الملاك. هذا الإرث العظيم. تعرف تسوي مشهد من مشاهد قاسم الملاك. يعني قاسم الملاك يعني لحد الآن نستذكر 6/6 وغيرها والعريس وإلى آخره. هذا الفنان العظيم يظهر لي شخص يعني حتى ما واكب عصر هذا الفنان العظيم، يقول وين صار هو يطلع برمضان مثل الشوربة. يعني هذا الوصف والله احنا قاعد ننقل صور للعالم العربي وكذلك لهذا الجيل بأنه هؤلاء أسماء اللي نقتدي بهم فنيا يجب الحفاظ عنهم. وهذا المساس إذا كان بدون رادع راح يكون هنالك تجاوزات أكثر. أنا أشكر مشاركتك وحرصك سيادة النقيب جبار جودي نقيب الفنانين المحترم لهذه المداخلة. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكون متابعين ومتعاونين مع نقابتنا المحترمة وكل النقابات وكل ما يمس ليس في الفنانين، لا بالجميع، إن كان جيشنا وإن كان وطننا وإن كان علمانا إن شاء الله. إن شاء الله.